انا عايزه ابقى مليونير يلا حالا، اروح اشتغل الشغلانه الفلانيه خلاص كده هبقى مليونير. انا عايزه العربيه الفلانيه خلاص يلا حالا. مفيش حاجه بتيجي حالا، محتاجين نتعود ان احنا الحاجه بتاخد وقت وبتاخد. طبعا ساعات كتيره جدا بنبقى عايزين نعمل حاجه ونبدا فيها فعلا، بس ممكن نكون بنبدا فعلا يوم يومين ثلاثه وبعد كده نوقف وما نكملش وما بنبقاش عارفين ليه. طبعا حسب انت بقى هتبدأ في ايه، وحسب حاجات كتيرة جدا، وزي ما اتعودنا في اسباب كتيرة جدا. فركزوا معايا كويس جدا، وعايزة كل واحد في الكومنتس يقول لي تجربته، لان برضو عشان يعني نستفيد من بعض وكده. فعايزين نعمل شير للتجارب بتاعتنا. طيب، في حاجة مهمة جدا. بيقولك ايه بقى، انت ساعات اصلا بتبقى عايز الحاجة اللي هو انا دلوقتي عايزة ابدأ في حاجة، فبتبقى عايز النتيجة فورية، فبتبص تحت رجليك ان انت عايز دلوقتي. فسي انا بدأت اتعلم كورس او اخد اي حاجة جديدة علشان اطور مهارة معينة، فابدأ اشتغل، فابدأ يجيلي عائد منها او دخل. فانت بتبقى حاطط سقف توقعات كبيرة جدا. زي ايه مثلا؟ ندي بقى مثال عشان عارفاكم بتحبوا الاكزامبل يعني وكده، فركزوا معايا. انت عايز تتعلم انجلش، فبتبقى شايف ان انت هتروح تاخد كورس معين، حتى لو هتستمر في المكان ده او هتاخد الليفلز كلها يعني. ولنفرض ان انت مش هتاخد ليفل واحد، لا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 وهتكمل معاهم. بتبقى بقى شايف ان انت مجرد ان انت خلصت الكورس ده هتطلع بقى تبقى بتتكلم اللي هو زي النيتيف سبيكر ومش عارفه ايه، وهذا انا هقبض بالدولار وهكذا. وطبعا بتلاقي ان ده مش حاصل. ده اصلا سيكونس لو انت اصلا كملت الكورس وخدت كل الليفل زي ما بقول، لان طبعا في ناس ممكن تروح تحضر ليفل واحد، ممكن يروح يحضر مره وما يكملش اصلا. ده احنا كده بنتكلم على الشخص اللي شايف نفسه صبور وراح كمل الليفلز كلها، بس في الاخر لقى ان مفيش فايده، مفيش اي عائد جاله. يعني هو دلوقتي راح ودور وبيدفع فلوس الكورسات ومش عارفه ايه، وفي الاخر آه ما وصلش لحاجه، فاهمين؟ فممكن بقى يحبط، ممكن ما يكملش اصلا في السكه، يقول فاكس يا عم ما بيحصلش اي حاجه، ده الناس اي كلام، دول بيقعدوا يشتغلوني، فاهمين؟ بس طبعا مش ده يعني، مش هي دي الحقيقه. الفكره ان انا دلوقتي علشان ابدا في موضوع لازم يكون نفسي طويل جدا. انا لو هبدا في حاجه، انا لو هتغير 1%، 1%، 1/100% في اليوم، على مدار السنه هتلاقي في تغير او في تحسن. لكن ما تبقاش عايز تبدأ كورس حتى لو انت خدت الكورس. هو احنا كده لو جينا نفكر فيها بالمنطق او بالورقه والقلم، هو انت لو رحت خدت كورس وقعدت عرفت لك شويه كلمتين جرامر ومش عارفه ايه، هتروح بقى خلاص هتتكلم نيتيف سبيكر؟ طب ما انت طول عمرك في الدراسه من وانت في ابتدائي لحد الجامعه بتاخد انجلش، وانت يعني كنت عرفت تتكلم زي الاجانب؟ يعني مش فاهمه اشمعنى لما تاخد كورس خلاص كده. فطبعا الموضوع ما بيجيش كده يعني، ما ينفعش بقى انت اصلا من البدايه انت راسم سيناريو وهمي يعني اللي هو في دماغك انت، في خيالك انت، ان انت لما تروح تاخد كورس خلاص كده هاخد الشهاده. موضوع الشهاده ده بيعصبني. مين تاني بيعصب موضوع الشهاده ده؟ بصراحه انا طول عمري لما كنت اروح اخد كورس او كده يقولي ايه وهتاخدي شهاده معتمده مش عارفه ايه. يا سيدي انا مش هتفرق معايا، يعني انا من الناس اللي مش هتفرق معايا معتمده مش معتمده، المهم انا هعرف استفيد منها ولا لا. يعني هي لو مش معتمده بس انا الكورس اللي خدته هطبقه، او انا هعرف اشتغل بالبرامج بتاعتي، تمام ما عنديش مشكله. الشهاده دي مش هتفرق معايا في اي حاجه، فاهمين؟ لكن جو بقى اخد الشهاده واحطها على الحيطه او الاسم ان انا اخدت الكورس الفلاني ده انا مش عارفه ايه، وانا ما بعرفش اعمله اللي هو نعم. صباح الفل. فبصراحه النقطه دي مش بتفرق معايا. خلونا نرجع للمثال بتاعنا. انت حاطط سيناريو وهمي في دماغك انت، بس في خيالك حطيته مع نفسك، وافترضت ان انت لما هتروح الكورس الفلاني، حتى لو واحد اجنبي اللي بيديك خلاص بقى، لا هو مش خلاص بقى. مفيش حاجه اسمها شهر شهرين، حتى لو 6 شهور هاخد كورس خلاص كده هعرف اتكلم. الانجليش بالذات يعني عايز ممارسه، لازم يكون طول الوقت. يعني انت اصلا علشان اول ما بتتولد امتى بتتكلم؟ يعني الطفل بيتكلم امتى؟ يعني بعد فتره، وبيقعد يتأتأ ويلقلق ومش عارفه ايه، فاهمين حاجه؟ فكذلك الانجليش مثلا لو انا بتكلم عليه. اي حد تاني عنده اكزامبل عايز يشاركنا في الكومنتس يقول لنا، واعملوا شير لاصحابكم عشان يعني عايزين نستفيد مع بعض. المهم لو جينا بقى نقول على حاجه تانية، يعني المقصد من الكلام ايه؟ ان انا اللي دلوقتي لو عايزه ادخل في حاجه جديده لازم اصلا اكون حاطه بلان صح، او بلان يعني فعلا حد حققها.
يعني انا عايزه حوار الانجليش زي ما قلنا، تروح تشوف فعلا حد من معارفك، حد انت تعرفه، ازاي وصل لده، عمل ايه عشان تمشي على السيكونس اللي هو عملها بالظبط. فاهمين؟ عايز تعدل حاجه، عايز تحسن حاجه، يبقى تمام. لكن ما تجيش تبدا بالصفر في حاجه في مخيلتك انت مع نفسك في الاوهام، وتيجي تصطدم ايه ده، هو انا ما عملتش ليه، هو انا ما وصلتش ليه. حاجة تانية، واحد مثلا عايز يخس، فايه جاي يوم كده يومين قرص على نفسه، لا انا بقى مش هاكل ده، لا ده ما عدتش هاكل رز كتير، لا ده انا هقلل بقى العيش، لا ده مش عارفه ايه، مش هشرب بيبسي. فاهمين؟ هنقول قرص على نفسه اسبوع، لقى نفسه مفيش، ما خسش جرام، لا ده مفيش فايده، ده مش عارفه ايه، ويروح بقى. عارفين انتوا اللي هينيل الدنيا، هيخبط يروح بقى يزود اكل اصلا. هو حد قال لك ان انت لما تقعد اسبوع كده هتخس؟ هو طبعا بيختلف من جسم لجسم، وده بفترض ان هو اصلا بيعمل مع نفسه مش مع دكتور. طبعا لو مع دكتور هيبقى عارف السيستم ايه، وهيعمل له هو يعني الدايت بتاعه ويمشي عليه. بس انا قصدي ان احنا يعني محتاجين نتعود على المدى البعيد، محتاجين يبقى عندنا صبر. فاهمين قصدي؟ احنا طول عمرنا واحنا لما كنا بنبقى طلبه، انت بتقعد تذاكر طول السنه عشان حته امتحان في نص السنه، حته امتحان في اخر السنه، هو ده اللي بيقيمك، او يعني هو ده اللي بناء عليه بتجيب المجموع اللي بنقعد نقول انا جبت كذا، وادخل السنه اللي بعدها طلعت من الاوائل ما طلعتش، حسب يعني التارجت بتاعك. هل انا بذاكر يوم في السنه وخلاص كده هبقى اطلع الاول، ولا بقعد اذاكر السنه كلها واقعد اراجع ونعيد ونزيد ونروح دروس ونروح مدرسه ومش عارفه ايه؟ محتاجين نرجع نتعلم الصبر، محتاجين نرجع نتعلم ان انا الحاجه عشان اوصل لها محتاجه مجهود، محتاجه اعمل ستيب، محتاجه طريق كامل امشيه، ما اجيش امشي خطوتين واقع. في ناس خطوتين وتقع اصلا، دول اللي في البدايه، فده اصلا هيقع، ما خلاص بقى. لا احنا محتاجين نحاول نصبر شويه ونهدى على نفسنا ونكمل. ولازم تبقى عارف ان المشوار انت مش لازم تلاقي النتيجه حالا، لان طبعا احنا دلوقتي بقينا في عصر السوشيال ميديا، كل حاجه حالا، انت عايز فيديو بتضغط عليه حالا، عايز تدور على حاجه حالا، اي معلومه عايز تعرفها بتعرفها حالا لو انت عايز تعرفها. فانت فاكر ان كل حاجه في الدنيا هتبقى يلا حالا. انا عايزه ابقى مليونير، يلا حالا اروح اشتغل الشغلانه الفلانيه، خلاص كده هبقى مليونير. انا عايزه العربيه الفلانيه، خلاص يلا حالا. مفيش حاجه بتيجي حالا، محتاجين نتعود ان احنا الحاجه بتاخد وقت وبتاخد بلان وبتاخد مجهود وسعي، وطبعا في الاخر يعني في الاول وفي الاخر بيبقى توفيق من ربنا. فمحتاجين كده نهدى على نفسنا، وركزوا معايا في الكلمتين دول علشان بجد ممكن بشوف اللي هو الاجيال جين زي جين الفا بقى مستعجلين قوي، يعني مستعجلين قوي على ايه؟ مش عارفه. وبصراحه احنا كمان اتعلمنا منكم، يعني احنا كمان بقينا كده. وعايزه اقول كمان ان جيل اللي هو يعني ماما وبابا، الناس كلها بقت كده، يعني فاهمين؟ احنا واحده واحده بقينا بنبقى كده، فعايزين محتاجين نقعد نتكلم مع نفسنا بصوت عالي علشان نفكر نفسنا. لان احنا مشكلتنا ان احنا لما مش بنتكلم بنردم على الموضوع فبتنسى، وبيبقى الحاجة السلبية والسيئة هي اللي متاحة وهي اللي مسموعة بصوت عالي، فهي دي اللي بيتروج لها، هي دي اللي بتدخل في دماغك. فاهمين؟ لكن الحاجات الصح ما بقيناش بنتكلم عنها، كأن لو اتكلمنا عنها يبقى انت كده، لا انت كده قديم، ده انت كده وحش، ده انت مش عارف ايه. محتاجين نقعد نتكلم، محتاجين نفهم ان احنا محتاجين كده نهدى. ماله الهدوء؟ انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا. يعني انا شايفه دلوقتي لما باجي افكر فيها او باجي اتامل كده، بشوف ان الناس زمان الفراعنه، الناس دي كانت مفيش اي حاجه وكانوا هاديين جدا، وفي كل حاجه بتاخد وقتها وبينجزوا اكتر مننا بمراحل. يعني لما تيجوا كده تشوفوا الاجيال القديمه، كانوا بيعملوا حاجات كتيره جدا، احنا مع السربعه والسرعه وعمالين بنجري ورا نفسنا مش لاحقين نعملها. طب احنا بقى مستربعين ليه؟ بنجري ورا نفسنا ليه؟ طب ما نقعد بقى كده ونهدى وناخد نفسنا كده علشان نعمل الحاجة بحب ونعملها صح، وبس كده. و